السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو انتشر على السوشيال ميديا، الفيديو اللي حضراتكم شايفينه البنتين اللي نزلوا في الشارع قدام التوك توك بيصوروا ولابسين ملابس خادشة للحياة. طبعا على طول الأجهزة الأمنية مشكورة قبضت عليهم في ساعتها البنتين والشاب اللي معاهم. وعملتوا كده ليه؟ فكرة طلعت في دماغهم ان هم يتصوروا كده في الشارع، قال علشان خاطر يزودوا المشاهدات لصفحة مين؟ صديقهم اللي هو صاحب التوك توك دوت. عنده صفحة وعايز يزود المشاهدات. في المشاهدات هتزيد ازاي لما نرقص في الشارع؟ ولا يمكن مخرج يشوفهم ولا حاجة يكتشفهم ويبقوا حاجة تانية مرة واحدة، تبص تلاقي الترند دوت على طول يعليهم مرة واحدة وهوب يلاقوا نفسهم مرة واحدة بقوا حاجة بسم الله ما شاء الله. الغريبة بقى ان احنا بنلاقي في التعليقات اللي يقول لك وفيها ايه؟ ما احنا بنشوف المهرجانات اللي دخلت بالفستان ونسيت البطانة بتاعت الفستان، واللي داخلة كأنها لابسة قميص نوم. احنا بنتكلم على ده طريق عام، ده طريق عام يعني ماشي فيه الكبير والصغير. لما بنت صغيرة ولا عيل صغير يشوف كده طب ما هيقلد. وياما قلنا كذا مرة خلي بالكوا كويس جدا من ولادكوا بالذات في السن ده، لانك انت ممكن تبقى قاعد في البيت في امان الله تلاقي مرة واحدة فضيحة تمسك وتمس اسرتك وتمس العيلة كلها بسبب فيديو انتشر على السوشيال ميديا لابنك او لبنتك. كل ده بسبب ايه؟ اهم حاجة يا جماعة البيت. ما ينفعش ابدا نسيب عيالنا كده يبقى هم اللي مسؤولين عن تصرفاتهم، لا احنا اللي مسؤولين عن تصرف ولادنا وبناتنا وناخد بالنا منهم كويس جدا. شوف بنتين صغيرين عملوا ايه وتبص تلاقي الواحد مرة واحدة يجيب الفضيحة لأهله كلهم. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.